اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم حلو قمر الدين ومهلبيه. بكره ان شاء الله رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بكره اول يوم في رمضان، كل سنه وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بخير يا رب. فالحلو ده هيبقى بتاع اول يوم رمضان، بس انا هعمله النهارده بالليل. النهارده ليله رمضان يعني هعمله يبقى وعينه في التلاجة، يبقى الحلو بتاع اول يوم رمضان. تعالوا ما اقول لكم طريقته ازاي. جبت حلة وحطيت فيها ربعها مية سخنة، وبعد كده جبت لفة قمر الدين قطعتها فيها كويس، وبعد كده سبتها ساعة لما دابت خالص. تاني جبت حلة وحطيت فيها ربعها مية سخنة، وجبت لفة قمر الدين قطعتها فيها وسبتها ساعة لما دابت خالص، وبعد كده جبت شفشق الخلاط ضربت قمر الدين فيه، حطيت القمر الدين بالمية بتاعته فيه، طبعا كان داب معايا، وحطيت عليه شوية من السكر. تمام. بعدين ضربتهم في الخلاط كويس جدا، وجبت الحلة وبعد كده حطيت فيها قمر الدين، ودي 4 لتر من اللبن حطهم في حلة تانية عشان اعمل بيهم المهلبية. تاني يبقى دول 4 لتر من اللبن هعمل بيهم المهلبية، وده قمر الدين فضيته في الحلة. هحط اللبن بقى واسيبه يغلي على النار، والقمر الدين على العين التانية. تمام. وابدأ بقى اجهز النشا والفانيليا والحاجات اللي هحطها عليه. هبوريكم هو على النار لسه. كده معايا قمر الدين سايباه على النار عشان يغلي، ومعايا اللبن سايباه على النار لما يغلي. اللبن اول لما يغلي هنزل عليه بالسكر على طول. يبقى تاني اللبن معايا اول ما يغلي هنزل عليه بالسكر. طبعا هنا انا مش بظبط معيار السكر، يعني انا بحط زي ما بيقولوا كده بالبركه، واول ما الاقي الطعم بقى مظبوط خلاص، بس ما بظبطش من المعيار بصراحه. تمام. نزلت عليه بشويه من السكر، هقلبهم كويس جدا مع بعضيهم كده. هفضل اقلب كويس جدا لحد ما السكر يدوب خالص. انا عايزه السكر يدوب خالص معايا. تمام. وبرده قمر الدين على النار هقلب فيه دلوقتي كويس. ايديا شغاله، انا عايزه السكر يدوب خالص معايا. وده قمر الدين برضو هفضل اقلب فيه كويس جدا. هفضل اقلب فيهم كويس. بصوا انا هنا بوريكم طبعا الايه القمر الدين ان هو دايب خالص ازاي بعد ما ضربته في الخلاط، فبوريه لكم هنا. تعالوا بقى اما نجهز النشا. هنا معايا 4 معالق من النشا وعليهم شويه من الميه، هفضل ادوب فيهم كويس جدا. هفضل اقلب فيه كويس جدا عشان ما يكلكعش معايا. تمام. علشان لما انزل بيه في المهلبيه ما يكلكعش معايا، فهفضل اقلب فيه كويس جدا وادوب فيه. وهنزل بيه دلوقتي على المهلبيه، هنزل بالنشا على المهلبيه اهو، وافضل اقلب بقى. ايديا شغاله، طالما نزلت بالنشا افضل اقلب وايديا شغاله. افضل استمر في التقليب. طبعا ده اذان العشاء. ده برضو جبت معايا حوالي 4 معالق من النشا وحطيت عليهم شويه من الميه، هفضل اقلب فيهم دلوقتي. جبت 4 معالق من النشا كمان دوبتهم في شويه من الميه. طبعا انا هسيبهم جنبي عشان لو احتجتهم، بس انا هحتاجهم دلوقتي. بقى هفضل اقلب في المهلبيه كده. انا دوبت النشا في الميه، هفضل اقلب في المهلبيه كويس جدا. ايديا فيها مش هسيبها ابدا عشان ما تكلكعش مني. دلوقتي بقى هجهز كيسين من الفانيليا وهنزل عليها بكيسين من الفانيليا، وايديا فيها طبعا ما سيبهاش ابدا عشان ما تكلكعش مني. اهو نزلت عليها بكيسين من الفانيليا وهفضل اقلب بالمضرب كويس جدا عشان ما تكلكعش زي ما قلنا. شغاله فيها. ده بقى النشا اللي انا كنت مدوباه، هجهزه عشان انزل بيه على قمر الدين زي ما انتم شايفين. هنزل دلوقتي بقى بالنشا على قمر الدين وهفضل اقلب فيه كويس جدا برضو عشان ما يكلكعش مني. اهو نزلت بالنشا، هفضل اقلب واستمر في التقليب. تمام. هحط شويه من السكر كمان، لقيته عايز شويه من السكر، وهفضل اقلب كويس جدا. هنا بقى جبت 4 معالق من النشا كمان دوبتهم في شويه من الميه. تمام. وهفضل اقلب فيهم. بعد كده دلوقتي هنزل عليهم وبهم كويس جدا، ونزلت بكيسين من الفانيليا وقلبتهم كويس جدا، وفضلت اقلب فيها لحد ما تقلت معايا. بصوا بقى الجمال، الجمال عدى الكلام. اقسم بالله الصوره ظلموها كمان، يعني الفيديو ظالمها. جمال بجد عدى الكلام. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، واعملوها في رمضان، اول يوم في رمضان، في اخر يوم، في نص رمضان، زي ما انتوا عايزين. طبعا القمر الدين والمهلبيه طعمهم خطير لا يقاوم. بصوا بقى الجمال، بقرب لكم الكاميرا. اعملوها هتعجبكم جدا بالطريقه دي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. بكره اول يوم رمضان، النهارده ليله رمضان، بكره اول يوم. كل سنه وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بخير يا رب. قلت اعمل لكم الحلو النهارده اللي هو قمر الدين ومهلبيه. عادي بيتحط في التلاجة، مش بيجرى له حاجه. انما لو هنعمل قطايف، لو هنعمل كنافه، لازم نعمل في نفس اليوم، ما ينفعش نعمل قبلها.
قلت ده كده كده قمر يديله مهلبيه عادي، لو عملتهم النهارده احطهم في التلاجة يتاكل بكره. بصوا الجمال بقى، الجمال عدى الكلام. اهم حاجه يا حبايب قلبي ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد، وتجربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. اعملوها اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه يا حبايب قلبي.